مساء الحلويات عليكم. تابعني في الفيديو ده لان انا بالمستندات هجيب لك مين اللي غلطان، الاهلي ولا اتحاد الكوره. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الكوره، تابعوني. ده جواب صادر بتاريخ 9 مارس متوجه طبعا للاهلي والزمالك والبيراميدز بخصوص ماتشات الاهلي مع الزمالك والاهلي مع بيراميدز والزمالك مع بيراميدز، هتكون بحكام اجانب ورابطه الانديه متكفله بمصاريف التحكيم. وطبعا الجواب ده موجه لاتحاد الكوره، يعني الجواب ده 9 مارس قبل ماتش القمه بيومين. كان يلحق يجيب حكام؟ كان يلحق يجيب حكام، وهو جاب حكام بالفعل. اذا هل الاهلي متمرد؟ لا، الاهلي بيلعب باللي متفق عليه وبيطالب المتفق عليه، ما اجرمش ولا اي حاجه، حقه تالت ومتلت بالمستندات اهو جايبها لحضرتك. ثم النهارده لقينا نادي الزمالك طالب حكام اجانب في ماتش بيراميدز. طب ليه ما طالبتش بحكام اجانب قدام الاهلي؟ وده الطبيعي طبقا لظروف الدوري اللي متفق عليها دلوقتي. اذا مين اللي بيخل؟ مين اللي بيتلاعب وبيلعب على الجنبين؟ انا جايب لحضرتك بيان لنادي الزمالك في 28 يناير كان بيشتكي من الحكام المصريين ان هم اثروا عليه وعلى نتائجه، وان هو بيطالب برئيس لجنه حكام اجانب، تمام، اجنبي، وبيطالب بالعداله والنزاهه والشفافيه وكل حاجه. طب اذا الاهلي النهارده بيطالب بالعداله والشفافيه، ده الاهلي بيطالب يلعبك بحكم اجنبي. اللي انت كنت مش طايق الحكام المصريين من كام يوم، النهارده الحكام المصريين بقى حلوين. حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا جدا. يعني انا مش عارف دلوقتي الاهلي اللي بيطالب بحقه بقى متمرد وضد الدوله، والاتحاد اللي مش شايف شغله بقى هو اللي هيطلع ويشيطن الاهلي. الحقيقه موضوع غريب جدا، ولو احنا عايزين احتراف وعايزين التزام، مفيش ادنى التزام بالقواعد المتفق عليها. لا رابطه عارفه تحل ولا اتحاد الكوره اصلا عارف يعمل اي حاجه. احنا في موقف مخزي جدا جدا. بعد ما خلصت الفيديو ايه راي حضرتك؟ مين اللي غلطان، الاهلي ولا اتحاد الكوره؟ سلام ختام.